لا أعلم إن كان علي البدء بالسلام أو الوداع. هل أودع وطنا عشت فيه أغلب عمري، أو أسلم على وطني الذي فقدته وفارقته منذ صغري؟ يراودني بعض الأسئلة: هل أفرح على العودة إلى وطني، أو أحزن على بعدي عن أهلي؟ وأفرح على إكمال دراستي، أو أحزن على صعوبة تحقيق حلمي؟ هذه التساؤلات جعلتني بين الأمل والشغف والحزن والندم. سافرت من السعودية حيث قضيت أجمل سنوات عمري إلى سوريا التي سوف أقضي فيها أجمل سنوات عمري بإذن الله. وجدت نفسي أمام مفترق الطرق، لكن هذا الطريق كان أكثر صعوبة مما توقعت. كانت حياتي بالسعودية أسهل. عملي الذي بنيته خلال سنوات صار جزءا من حياتي، واليوم أصبح التواصل من هنا شبه مستحيل. أني عدت أبني وأبدأ من جديد. أعلم أن الطريق سيكون صعبا، لكن لا بد لي من التقدم. ربما أكون وحيدا في هذه الرحلة. الوداع ليس سهلا، لكن الرحلة مهما كانت تبقى هي التي تعطيني القوة للاستمرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاد مقطع جديد. أنا عارف جاد بصورة مقدمة غير لما وصلت أنت على سوريا وعلى الثلج تحديدا. يعني نسيت، قصدي ما لحقت، كنت مزحوم وكانت المهم خليكم مع المقطع تشوفون كيف وصلت على التل أو على سوريا. المهم بس لايك واشتراك في زر التنبيهات وشوف المقطع. أسوأ خيار نسوي إنه نروح بباص. هلا تقريبا صار لي ساعة قبل الساعة 1، 6 7 8 ساعات. لسه قدامنا 7 ساعات تنوصل الأردن، حدود الأردن، لأن من حدود الأردن على سوريا أو حدود سوريا بعدين على التل. يعني بدنا يمكن شي 12 ساعة زيادة. هلا ما المسجي كنت نايم طول الوقت. هلا أخيرا صحصحت، قاعدين بالمحطة، نزلنا صلينا طلعنا، بعدين نستنى الركاب يجوا حتى نرجع نحرك. يلا الحمد لله كنا أفلام هوليوود يعني. حلو صح؟ والله ما أدري. أوكي جبنا الكام. هون بحط الجوال مشان تحكوا معي. هو الجيتار أو أحكي معكم يعني. الكلات اللي عندي هذا يسحبوا عليا، يمكن 5 مثل هذا. علبة بسكوت، في هون علبة أناناس وعلبة ذرة من المسبب يعني، وهنينة الحليب. حركات الله الدنيا سوداء مسودة. حاليا نحنا بحدود الأردن، تمام. خلينا نلف هيك عشان ما حد يشوفني، ماني فاضي كلام فاضي. ونحن حاليا بحدود الأردن. حيفتشوا الباص، هنقعد نستنى تقريبا هلا الساعة 12 في توقيت السعودية. نقعد نستنى الباص يفتشوه، ينزلوا اغراض ويرجعوا يحطوها، وبعدها حنمشي. انا ادري شفتوا انتوا قبل شوي كان العصر بعدين صار مثلا انه طريق اخذ منه وقت كثير، ما ادري كيف اخذ كل هالوقت. المهم سيو نرجع لكم على حدود سوريا او على الطريق، يعني اذا لقينا اي اشي حلو حصوره، بس بالاحرى ما احلاي. واو حاليا الساعة 1:30، صرنا الساعة ونص نحن اجا دورنا. عم نستنى الساعة ونص من بعد ما اجا دورنا، متخيلين؟ هلا نحمل الاغراض وحيفتشونا بعدين يمشونا ان شاء الله خير. ما ادري اذا نسمع صوت بصوت الهواء انه برد، والله الجو بارد، بس نحن بالاردن ما دخلنا سوريا. سوريا ابرد يعني يقولوا.
متخيلين انه هذه كل الاغراض منزلينها من الباص ولسه بدها تفوت على التفتيش وبعدها لسه بدنا نطلعهم على معبر النصب. شوفوا كيف الجمال، والله ما توقعت هيك يكون كثير جدا حلو يعني الصراحة. يعني توقعته يعني جدا عادي، بس لكن في اشجار، في نخيل، في اعشب، في اشي مرة فخم يعني. والله جيد. ناخذ اغراضي نحطهم بالباكيت الحين حنوجيكم افخم اشي موجود هنا: الجمهورية العربية السورية، معبر نصب الحدودي. الله. الموج الاغلب قربنا على المنزل. نعم، عدنا الى بلادنا، بلاد الشام. الساعة 3:30 في توقيت سوريا. وصلنا دمشق. توني استوعبت فايق انا هدي نشوف عتاني محمرة. يب، هلا فايق. حنروح التل بعد دمشق اتوقع، بالاحرى بالاغلب يعني. وبعد النبت بس نحن ما بهمنا، حننزل بالتل. والحمد لله على سلامتي، الله يسلمكم ويسلمكم يا رب. المهم، عارف، فلوق بطاطا، تصوير بطاطا، يمكن حتى صوت بطاطا. خاب أملي بالمنظر الصراحة، توقعت أحلى من هيك. وش صورة أتاك تايتن؟ شو جابوا هون؟ ما توقعت حينزلنا هيك بمحل هيك، فكرت بتهداف للشام. المهم يلا حننزل. المهم هنا وصلت مقطعنا. ادري الفلوق جدا اتوقع ما كثير نال اعجابي انا الصراحة يعني. معجب راسي وزيادة، شكلي حمنتجه بالجوال لانه حاليا ما في كهرباء ولازم ابدا مونتاج مشان ينزلكم دغري. فحمنتجه ان شاء الله. اي صح، نسيت اسوي حتى مقدمة، متخيلين؟ حسوي مقدمة هلا. هنا وصلت مقطع، نشوف مقطع الجاي الحلقة الجاية ان شاء الله. لا تنسوا اللايك والاشتراك، فزر التنبيهات ونزل تحت الوصف، تحصلوش معي وصل ديسكورد وهذا الكود. شوف جيتل، شوف مقطع الجاي الحلقة الجاية ان شاء الله. والسلام اللي